بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. حاولت أغير زاوية الإضاءة بحيث أجيبها كده تبقى ضاربة في وشي، بحيث الإضاءة تكون أوضح شوية. أعتقد إن كده ماشي خلاص، كده أجمد بقى. يا سلام، هو ده بقالي كتير قوي غايب عن اليوتيوب والريكوردنج وبتاع. صراحه ماليش نفس، غير قادر بالمره على التصوير، لدرجه ان انا اصلا طالع اعمل فيديو كنت كاتب عنه تويت بس ان مور ديتيلز. يعني ايه؟ أنا هنا شرحت الافكار في الثريد ده وما اتكلمتش عن ديتيلز الريكوستات عامله ازاي. فهنا ممكن نسيب الكونتنت ده للاجانب بصراحه. في عرب برضو عملوا ريتويت وشكروني وبتاع والموضوع كويس، لكن لاخواتي العرب انا بحب اشرح الحاجه ان مور ديتيل، على الاقل نبقى متميزين في اي حاجه. طيب يعني ما بلاش المستوى اللي احنا فيه ده. هنا اول باج، خلينا نتكلم ادي بريف عن الاربعه باجز كلهم. الاربعه باجز هم باي باس بيمنت ميثود بحت. اوكي، اي نعم البروجرام نصب عليا، وده يعلمك شيء، ان انت ما تخشش على بروجرام تقعد تديله كريتيكالات او هايات ورا بعض. لا، هيتخنق منك، اقول لك جيب لك منين، وهيقوم جاي ملبسك في كام واحده ومحاسبك على واحده او اتنين بس، لان ده اللي حصل معايا كذلك. وهقول لكم برضه اتقفلوا ليه. اول واحده هنا كانت اني بشتري اي بريميوم باندل بس ب $5 فايا الريكوست مانيبيوليشن. ببساطه شديده، انت كنت بتدخل تشتري الحاجه بتاعتك الباندل، حلو، بيكريت لك انت كيوزر باندل اي دي، حلو، يعني بيكريت لك باندل اي دي. الباندل اي دي ده بعدها على طول ده اللي انت هتستخدمه. يعني مثلا لو الكونستنت او الجزء الثابت في الباندل هو مثلا بريميوم اندرسكور بلان اندرسكور، بعد الاندرسكور الثانيه دي في اي دي. الاي دي ده بيبقى مخصص للبلان دي، لان البلان دي عمل لك كريشن ليك انت، حلو. يعني لو خدت البلان دي لو استخدمتها في اكونت تاني مش هتشتغل ريليتد بالاكونت بتاعك انت. الريكوست اللي بعدها بيحط بوت ريكوست بيعدل فيه او بيعمل سيت للبرايس في الريكوست اللي بعده على طول. يعني بيكريت لك بندل، خلاص كريت لك بندل اي دي، كريت لك بندل اي دي، خلاص. طب خلاص نحط لها سعر بقى، نحط لها سعر، ما احنا هتستخدم الحاجه ببلاش. فالريكوست بقى اللي هو كان بيحط فيه بوت وبيعمل سيت للسعر. الريكوست ده يا معلم ما كانش عليه اي فاليديشن، ان شاء الله حطيت دولار واحد هو اكسبتنج الدولار ده وهيحاسبك عليه. الريكوست في البرشيسنج بقى في الخطوه بتاعت التشيك اوت هناك ما كنتش بتبعت برايسنج، كنت بتبعت البندل اي دي، وبالتالي في الباك اند بيروح يشوف البندل اي دي كمانها كام ويخصم من الكريدت بتاعته. فكان الموضوع لذيذ بصراحه، وبالذات ان مفيش اي فاليديشن هنا. ما اعرفش ازاي، هوريكم شكل الريكوست دلوقتي حالا. هنا ده كان شكل الريكوست بالظبط، كان بوت ميثود، وزي ما قلت لك عمل بندل دي بتاعتك كان في اي دي غريب كده، ولكن في الاخر بيقول لك انه البندل سيمي برو بريميوم وليها برايس، اولد انيشال برايس والانيشال برايس والريكيورنج برايس وهكذا. فانت تعدل الثلاثه دول تشيك، اتعدلت معاك في التشيك اوت، هتلاقي المبلغ ده والاماونت ده بس هو اللي بيتخصم اللي انت عدلته، مش الثمن الاساسي بالبندل. الجدير بالذكر ان قفلوا البج دي وقالوا لي انت فعلا بتقدر تعدي. انا كنت بعت لهم از بي او سي انفويس كامله بالخصم من الكريدت كارد بتاعتي المبلغ اللي اتخصم، فخزوقوني هنا. وكان التارجت ده باك كراود، خلوها بي 2 وادوني 20 بوينت هجيب بيهم فشار بقى، ولا احطهم في جيبي، ولا لا فاهم ليه؟ لان عندهم فراود تيم. بصراحه الاكونت اتبلج بعدها بيوم، يعني الحاجه اللي انا اشتريتها فضلت شغاله يوم، ثاني يوم الاكونت اتبلج. بس انا عديت، يعني المفترض خلاص عديني، انا ما تهزرش معايا يعني. خلاص فراود تيم ده بقى مشكلتك انت يعني في فراود تيم بيراجع المبيعات، بيراجع الحاجات اللي اتشرت، بيراجع البيلنج، بيراجع الانفويسنج بتاع حاجه تخصك انت. انما انا عديت، ليه تقفلها لي نوت ابليكابل يعني؟ ما ماشي، مش موضوعنا. خلينا نكمل الفايندنجز بتاعتنا. payment method bypass via vulnerable payment type parameter. ايه هو البيمنت تايب بارامتر؟ هنا يا معلم payment method bypass دي، البيمنت ميثود بايباس دي كانت فكرتها ببساطه ان هو عنده شويه possibilities في القيمه بتاعت payment type. payment type يعني نوع البيمنت ميثود اللي انت بتستخدمها. فببساطه كان عنده payment method اسمها توين، كان ممكن تدفع بسي سي اللي هي كريدت كارد، كان ممكن حاجه بقى اسمها انفويس اللي هي تنزل لك بعدها زي فاتوره على اكونتك وتسددها يعني من البريد وكده، ودي كان اسمها مانوال، قيمتها في الريكوست كان اسمها مانوال. بس كان عندك الثلاث قيم دول، ولكن انا اللي اكتشفته ان انت لو حطيت له اي قيمه هنا بيعدي معاك عادي جدا ويمشي الحاجه. خلاص تعديت، طب خلاص يا عم استمتع باللي انت اشتريته عادي جدا. دي اللي لسه مفتوحه، ما قفلوهاش الى الان، اتمنى ما يقفلوهاش زي اخواتها. البيمنت باي باس فورس سكيبنج بيمنت ميثود ان اكونت افتر تراينج ترايل. هنا يا معلم البيمنت ميثود بتاعت الانفويس دي بتبقى موجوده في حالتين. الحاله الاولى ان انت لسه عامل الاكونت، بتاخد الترايل، لو عملت طريقه الدفع انفويسنج او دفعت بكريدت كارد بعد الترايل بتختفي. يعني خليني اعيد الحته دي تاني بطريقه اوضح. انت دلوقتي عملت اكونت، ظاهر لك الانفويسنج اوبشن، طيب
والله عملت مثلا ترايل تجرب 7 ايام وعملت البيمنت ميثود بيل او انفويس، خلاص انت كده طلبت البيلنج بتاعتك وعملت انفويس فاتوره عليك، خلاص اختفت من البيمنت ميثود. اي حاجه تانية تيجي تشتريها غير الترايل خلاص مفيش البيمنت ميثود الترايل. ولكن كذلك لو لسه داخل الموقع مثلا ودفعت بالكريدت كارد، خلاص انت بكت بقى، فمالكش لازمه تدفع بالانفويس. الانفويس بتفضل ستيل موجوده للاكونتات القديمه اللي دفع حاجات وبتدفع بيلز بمبالغ كتيره، دول اللي بيبقى مسموح لهم يستخدموا الانفويسنج او الانفويس بيمنت ميثود اكتر من مره وبشكل معتاد، انهم بيدفعوا ارقام وبتبقى شركات كبيره وبتاع وهكذا، فعادي. انما في الحالات اللي بتختفي فيها، هنا الكيس كانت ان انت ممكن وهي حتى مختفيه في اليو اي تبعت مانوال كقيمه في الريكوست عادي جدا، كانت بتعدي برضه، ويبعت لك انفويس على الميل يقول لك انت اشتركت بانفويس. يعني الترايل يخلص منك يطلب منك بيمنت ميثود، هتدخل الريكوست بتاع الترايل فتحط بيلنج فيجدد لك ترايل، فالترايل يخلص ويقول لك اشتري بلان، فتدخل بلان مفيش مانوال او مفيش انفويسنج بيمنت ميثود فتحط له مانوال برضه يعدي معاك اشتري، ونفضل بقى في الساحه دي اي حاجه تعوزها اكتب فيها مانوال في القيمه في الريكوست هيعدي معاك ويعمل لك انفويس حتى لو انت متاخر. انت متخيل الموضوع؟ حط بيلز على بيلز. لكن قفلوا البتاعه دي برضه انفورميشنال نوت ابليكابل بي 3 وادوني 10 بوينتس، ما اعرفش ليه وما فهمتش ردهم، مبررات غير واقعيه بالمره. ما مش مشكله، مش اول مره الواحد يتعرض لسكام من الباك باونتي، متعوده كان معروف الباك باونتي ده سكام till you get the bounty. وهنا by passing 7 days free trial payment and buying 3 months، هنا كان البلان فور $0. طيب هنا كانت ايه القصه؟ هنا كانت الفكره كلها، هنا كان الموضوع وانا بشتري الباكج بتاعتي كان طبعا البيمنت تايب مانوال زي ما انت شايف اللي كنت بشرحها من شويه، والسلكتد باكج اي دي 7211 7211 001 0002. طيب انا اول ما شفت الريكوست بصراحه قلت ايه الداتا دي؟ الداتا دي بتنم عن ايه ولا ايه الموضوع؟ يعني بتوع ايه هنا؟ فطبعا اول حاجه جت بالي ان انا اعرف دول بتوع ايه، سرشت بيهم في السيرش بتاع درب. عاده لو حاجه شغاله رياكت انجلر، الحاجه اللي هي بتطلع الريكوست من غير ما ترفرش، فحاجه زي دي هتلاقيها في مكانين ما لهمش تالت، يا اما في ريكوست هو بيبعت مثلا كلمه يقول له هات لي الاي ديز المتاحه عندك، وتلاقي الريكوست ده بيتعمل وانت بترفرش البيج مثلا وبيخلي الحاجه دي سيفد لوكالي في البراوزر، او في الجافا سكريبت فايلز. مكانين ما لهمش تالت، مش هتلاقي مكان تالت اصلا تخبي فيه داتا او تحط فيه داتا تخزن فيه بيانات غير اللوكال ستورج. طبعا مش هنحسبها، ده اساسي، هي معموله لكده اصلا. بعدها اكتشفت من السيرشنج البحث، ان 7 2 11 0001 و 0002 0001 دي بتاعت اكتيفيتنج الترايل اسبوع واحد، وبعد الترايل بيطلب منك بيمنت ميثود عشان تشتريه بقى شهر. حلو، فكان في اوفر وقتها على 0002، يعني ده كان اوفر الابلكيشن عامله. لو 0001 موجوده، 0002 دي كانت بتاعت اكتيفيتنج باندل الثلاث شهور للبريميوم بلان او اسم البلان البريميوم عندهم يعني. فدلوقتي لو جيت تحسبها، لا انا ببعت كودين، واحد بتاع بلان الثلاث شهور والتاني بتاع بلان الترايل اسبوع وهيطلب ميثود. فكده ايه الفلو اللي هم متوقعينه؟ الفلو اللي هم متوقعينه انه اداك بلان الثلاث شهور ولكنه هيجي بعد اسبوع يطلب منك بيمنت ميثود. فحركه جامده قوي بصراحه، وانا عجبتني دماغ الديفلوبر وهو بيفكر يعمل الفانكشن دي صراحه. يعني لقطه زي دي لذيذه قوي بس اتعملت غلط فادت للفولنربيلتي. طيب هنا ايه اللي هيحصل لو شلت ال 0001؟ طيب الفلو المعتاد العادي جدا ان انا دخلت باكتف الترايل عادي جدا، فبيبعت الاثنين دول، فبيبقى معايا الثلاث شهور خلال اول اسبوع خلص بيقول لي دخل بيمنت ميثود عشان تكمل اشتراك الثلاث شهور بتاعك بتمن شهر واحد او فري ترايل مره واحده. انا والله شلت 0001، خلاص هيطلب مني بيمنت ميثود ليه بعد اسبوع؟ هيطلب مني بيمنت ميثود بعد 3 شهور. يعني انا خدت بندل الثلاث شهور وباي باست البلوك بتاع البيمنت ميثود ريكوايرمنت. يعني انا خلاص هو كان المفروض اداني 3 شهور بس قال لي بعد اسبوع هتيجي تحط لي فيزا وتدفع عشان تكمل. طيب انا لغيت ده، انا خلاص معايا 3 شهور من غير بقى الجزء اللي انا لسه قايله التاني ده. فهنا برضو دي جيت كونسيدرد از بيمنت باي باس، بيمنت ميثود باي باس. فدول كانوا الاربعه فايندنجز باختصار شديد وتعمق اوضح من كانوا مور ديتيلد يعني عن الفايندنجز اللي في تويتر هنا اللي انا نزلتها لتويتر. شكرا لكل حد عمل ريتويت، شكرا لكل الشباب فعلا عرب واجانب. thank you all from all of my heart. القاكم في فيديو جديد، يا رب يكون الفيديو ضاف لكم حاجه جديده. انا عارف اني متاخر شويه في الكونتنت، ما عنديش طاقه وكده اصور اكتر وبتاع الفتره دي لانه ورايا ضغوط كتير فعلا في حياتي الشخصيه. انزل اصلي العصر دلوقتي واطلع اصور فيديو كمان ونرفع لفوده الاثنين يتعمل لهم اديت ورضا على كده. حلو قوي، اقابلكم في فيديو جديد. غالبا هتشوفوا بقيه الكوبايه دي ونفس التيشيرت ونفس القعده ونفس الاضاءه. وبص عيني عسل ازاي، بص
بس يعني هي مش باينه برضه في انا دم خفيف على قلب قوي، بحبني موت. مش مشكله. اتمنى الفيديو يكون مفيد. دي قلتها كم مره. اتمنى الفيديو. اقفل يا فندم، اقفل يا فندم. السلام عليكم.